رئيس الوفد بخيت حاتم، نحرم نرحبك في مصر، متابع الفريق ما شاء الله يعطيك العافيه. تتكلم عن طباع اليوم ما شاء الله روح طيبه في الفريق، التفاؤل والروح العاليه اللي في الفريق اليوم شفناها في التمرين. وتكلمنا عن البطوله العربيه وكون فريقنا في ست المجموعه الوحيده اللي فيها 6 فرق بعد انسحاب الفرق. والله يا سعيد، اول شيء انا حاب اشكرك على مجهودك الوافر مع الفريق، متابعتك المستمره صراحه للفريق. الحين طبعا اليوم الروح المعنويه جدا عاليه، لعيبه على اهبه الاستعداد، حاطين في بالهم انهم ابطال دوري الامارات، حاطين في بالهم انهم راح يمثلون الدوله تمثيل المشرف. بخصوص ال6 فرق سعيد، انت عارف مثل ما انت عارف اليوم هذه بطوله عربيه، في فرق انسحبت من مجموعات اخرى. اللوائح تقول لك دام انه ما في انسحاب اكثر من 6 فرق معناته يمثل عدد القرعه. لكن احنا رامين بكل ثقنا اليوم ان شاء الله في الاجتماع الفني راح يكون الساعه 8 على اساس انه نحاول يكون في تغيير للقرعه من مبدا تكافؤ الفرص. موفقين يا كابتن ابو خليفه، موفقين ان شاء الله، وان شاء الله نشوف الروح الطيبه هذه بعد مباراتنا باكر مع وصيف البطوله العربيه السابق دار كليب البحريني، ونتمنى التوفيق. اسكر في مصر ويانا اللاعب كابتن حسن ماجد، مرحبا بك على قناه بنياس يوتيوب. انطباعك عن اول تمرين وانطباعك عن المشاركه العربيه وكونك لاعب قد شاركت في البطولات العربيه، وممكن خبرنا عن اجواء البطوله العربيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكرك على تواجدكم هنا وقت مع الفريق اثناء البطوله. طبعا تمرين اليوم استعداد لمباراه باكر، تعتبر اول اختبار لنا. مجموعتنا تعتبر نوعا ما قويه، خاصه نفس المجموعه معنا دار كليب، فريق قوي يمتاز بعده لعيبه عندهم طوال، عندهم خبره، مشاركين في عده بطولات عربيه. لكن نحن فريقنا طبعا بعد يمتلك عناصر، في منهم لعبوا في المنتخب، لعبوا بطولات عربيه، فحظوظنا يعني جيده على ان نتاهل. مو مقصر يمكن تسهيلات قدمت الاداره الوفد بخيت حاتم وجو يعني مهيئ لكم كل اجواء. والله ما مقصر بخليفه صراحه، بخيت ما مقصر مع الفريق، هو ورياض وجاسم السعدي كلهم ما مقصرين، يوفرون لنا جميع وسائل الراحه مثل ما نقول. الله يوفقنا في البطوله هذه، نبيض الوجه ان شاء الله. استعدينا ولاعبين دوري، ويعني الله يوفقنا ان شاء الله في المشاركه الطيبه. ابو خليفه، انطباعك من المجموعه 6 فرق، مجموعه دار كريب وصيف البطوله السابقه، كاظم الكويتي، العربي الكويتي، العربي القطري عفوا، فرق قويه بنستفيد من الاحتكاك، وهذا توجه للاداره ونستفيد من هالاحتكاك. لكن نفس الشيء نحن ابطال دوري ومتصدرين الدوري هالسنه، توعدونا بشيء في البطوله العربيه؟ شوف، بغض النظر عن الدوري اللي نحن نلعب فيه، بس المنافسه في البطوله هذه ما تعتمد على دوري، انت تلعب محترف واحد وتلعب في دوري بالنسبه للدوريات الاخرى مثل الدوري المصري والدوري السعودي والدوري الكويتي اضعف، والدليل على ذلك المنتخب يعني. بس ان شاء الله نحن نقدم اللي يشفع لنا يعني ان شاء الله بنلعب ونسوي اللي علينا، بس مجموعه قويه يعني مثل دار كليب والعربي القطري والنادي كاظم الكويتي والعرب والبوشريه اللبناني. طيب فرق قويه جدا جدا يعني. البوشريه اللبناني يلعب ب6 محترفين، والعربي الكويتي فيه 5 محترفين، ونادي كاظمه نادي كبير ومنافس في الكويت ولعيبته عنده 4.
ابو سالم، اجواء طيبه اليوم، الروح عاليه في الفريق، نفسياتهم حتى يعني الشباب تحسهم ما شاء الله مستعدين بروحهم ونفسيتهم طيبه. تكلمنا عن بالتمرين شفتهم، تكلمنا عن مباراه بكره والقرعه اللي مش ضايعين. والله شو اقول لك، اول شيء على التمرين الحمد لله اليوم فريق ادى تمرين جامد الحمد لله، مستعد لاعمارنا. تعرف انت نحن جايين من الامارات، لاعبين مباراه قبل وجينا يوم السبت سفر، واليوم الحمد لله تمرين كان ساعة ونص كذا كان للفريق، والحمد لله امورهم طيبه. وان شاء الله بالنسبه للقرعه، اي القرعه كذيتنا نحن بالعكس، نحن ما يمكن مجموعه الحديديه هي، ولكن بعد نحب نستفيد منها ان شاء الله. اول شيء انت بتلعب مع فرق كبيره، فرق لها عريقه على مستوى الوطن العربي، من اقوى الفرق، ففرصه انك انت تحتك بعد معاهم وتلعب وياهم، والكل حادث حديث في الملعب ان شاء الله. اتوقع فريقنا ان شاء الله له كلمته ان شاء الله. ابو سالم، انا صراحه ابو سالم انت وعدني بحمام. ابو سالم وعدني بحمام، وحتى الحين ما شفته. اليوم ترى العشاء حمام متى غدا ما ندري. يا ابو سالم خبره ما شاء الله ابو سالم في مصر، ولاعب صراحه من لعيبه القدام، عاشر بطولات العربيه وعاشر البطولات، وان شاء الله يعني تستفيد خبرتك في صقل المواهب اللي ما شاء الله موجود عندنا. البطوله اللي احنا متعودين المشاركه فيها ونظامها شوي هي نظام معقد، مو طايعين الجماعه يغيرونه. يعني تخيل بنبدا البطوله في مجموعه فيها 6 فرق، والمجموعات الاخرى 4 فرق يعني. ونحن بني ناس متعودين على هالبطولات ان شاء الله. جايين ندي بطوله طيبه نشرف الطائره الاماراتيه، ونحن متصدرين دوري مركزين في الدوري ايضا. ان شاء الله تكون البطوله خير اعداد للفريق، نعلي المستوى الفني للعيبه ان شاء الله، وتكثر فيها التجانس يعني بشكل اكثر. كابتن جاسم، انا بتكلم عن نقطه اليوم شفتها كابتن جاسم، ما شاء الله عليك، قايم الصبح كابتن جاسم صبح وما اخذ لفه ركض، ما شاء الله كم تركض ما شاء الله. والله هاي عاده عندي يعني اني اخذ الشغل الاداري، اخفف الضغط الشغل الاداري بالتمرين، يعني ابعد عن لعيبه وابعد عن هذا شوي عشان نقدر نرجع مثل ما يقولون رفرش عشان نخدم هذا الفريق.